يا بتاع تالتة ثانوي يا حبيب قلبي، سياسة واقتصاد 97% الا كام من 10 كده، شويه دروع، وده برضه بس هو مجهد شويه. انا بوريك الكلام ده ليه؟ عشان بس اعرفك ان انا عديت باللي انت فيه الحمد لله. اللي انا مشيت عليه عرفت اوصل بيه لنتيجه كويسه. انت خلاص كده المفروض ان انت قفلت ورا الكام يوم اللي جايين دول. اللي انا كنت بعمله يعني كنت بجيب الماده من اولها، مذاكره مش مراجعه وبحل اسئله وبس. سيبك من ملازم المراجعه دلوقتي، ملازم المراجعه تطلع في اليومين اللي قبل الامتحان بالظبط. طلع ملازم المراجعه بتاعتك وابدا شوفها. ملازم المذاكره، ملازم المذاكره هو ده اللي محفور في دماغك، فانت استرجعه دلوقتي. تروح الامتحان نايم، اوعى تطبق 2% ضاعوا مني عشان ما كنتش نايم. ايه يعني ساعتين الامتحان يعني اروح اخلص الامتحان واروح ارجع انام؟ مفيش كده. رحت بلح مش فاكر اي حاجه خالص، حاسس ان انا بتعرف على الانجليزي قدام. عدت بكرم وستر ربنا. عايزك تروح الامتحانات عارف الشخص اللي مش فارقه معاه حاجه. لو شلت ده من دماغك ورحت بتتعامل مع الماده على ان ايه يعني، لا يعني مش خلاص يعني هموت بعد دي، لا مفيش كده. شفت ايه يعني دي ما تفتكرش غيرها. انما لو اتعاملت مع الامتحان ان ده خلاص نهايه الكوكب وفي لا اله الا الله مستنيني بره، مش هتحل حاجه. روح يا باشا فطارك، كوبايه القهوه، وان شاء الله ربنا يكرمكم باذن الله. والناس اللي في ثانويه عامه عندي على البيج او في اي مكان بتتابعني عليه، خش يا عم تواصل معايا وكلمني حتى بعد امتحان، طمنونا عليكم يا جدعان. ان شاء الله ربنا يكرمكم ويوفقكم. ما تنساش تعمل فولو واعمل شير ومنشن لاي حد من زمايلك في ثالثه ثانوي، وان شاء الله هتعدي بكرم ربنا.